شاب فقير جدا بيعمل المستحيل عشان يدخل جامعة الأغنياء ويبقى جنب حبيبته، لكن بيتفاجئ إنها بتخونه مع صديقه، فبيقرر إنه ينتقم منهم بطريقته الخاصة. يلا بينا نعرف قصة فيلمنا النهاردة إيه وإزاي هيكون الانتقام. بيبدأ فيلمنا النهاردة في صالة ألعاب رياضية، وبيكون النهائي في لعبة الكبادي، والكل بيشجع رهان وبيقدر إنه يكسب الماتش ويفوز بالكاس. وبتروح له مية حبيبته وبتقول له إنها هتفضل معاه طول العمر. فجأة بيفوق رهان وبيلاقي نفسه في المدرسة، وبنعرف إن كل ده كان خيال ومفيش أي حاجة حصلت. وبنعرف إن رهان ومية بيحبوا بعض من وقت ما كانوا أطفال صغيرين، لكن بعد ما بيخلصوا المدرسة الثانوية بتدخل مية مدرسة سانت تريز، ورهان بيفضل في مدرسته القديمة لأنه فقير ومش معاه فلوس إنه يقدم في مدرسة سانت تريز، بس أمنية حياته إنه في يوم ينضم ليها. وبنشوف المدرسة اللي فيها رهان وبتكون فقيرة جدا، ومسؤولة المدرسة بتقول لهم إنهم هيدخلوا مسابقة ضد باقي المدارس في مسابقة الكبادي، وإنهم لازم يتدربوا كويس عشان يطلعوا المركز اللي قبل الأخير. وبنشوف رهان والفريق بتاعه بيتدربوا، وبيكون المنافس ليه هو زميله أبها، وبيتخانقوا مع بعض هما الاتنين لأن أبها بيستهزأ بيه، وبيقول له أنت مكانك مش في المدرسة دي، مكانك في مدرسة سانت تريز جنب حبيبتك مايا. فبيرجع البيت وهو غضبان جدا، لكن بيتفاجئ ان طلب المنحة اللي قدمه لمدرسة سانت تريز اتقبل، وما بيكونش مصدق نفسه وبيكون فرحان جدا، وبيبدأ يجهز نفسه وبيروح يشتري ملابس جديدة علشان يكون زي باقي الطلاب هناك. وأول ما بيوصل المدرسة بينبهر بكل الحاجات اللي بيشوفها فيها، وبتكون أمنية حياته اتحققت. وبيروح يدور على مايا وبتكون موجودة في قاعة الرقص، وهناك بيشوف شيريا بترقص عشان بتستعد لمسابقة الرقص، وبتزعق في مسؤول الصوت وبتقول له ان ايقاع الموسيقى سريع جدا ومش عارفة ترقص ولازم يظبطه. ولما بتبدأ ترقص تاني بينده رهان على مايا، فبتغضب جدا شيريا وبتستهزأ بيه، فبيقول لها ان الايقاع مظبوط لكن هي اللي بطيئة في الرقص، فبتقول له يا ريت نتعلم منك. فبيطلع على المسرح وبيأدي الرقصة بشكل محترف جدا، وساعتها بتتضايق وبتغضب قوي منه وبتكسر جهاز الصوت وبتمشي. وبعدها بيقعد هو ومايا بتقول له ان شيريا عصبية جدا، وابوها رجل اعمال كبير وهو الوصي على مدرسة سانت تريز، يعني ما تفكرش انك تقرب منها. فبيقول لها انه بيحبها هي ومش هيفكر انه يقرب من واحدة تانية، فبتسيبه وتمشي. وبيروح وراها وبيقول لها انه بيحبها جدا، لكنها بترفض حبه وبتقول له ان كل حاجة اتغيرت، وان هي دلوقتي بتركز على الدراسة ومستقبلها وما عندهاش استعداد تدخل في اي قصة حب. وتاني يوم بيتعرف رهان على مناف اللي بيبان من مظهره ان اخلاقه عالية جدا، وبيقول لرهان انه اخو شيريا. وبيطلع مسؤول المدرسة وبيقول انه اختار الفريق اللي هيشارك في مسابقة الكبادي، وانهم اختاروا مناف لقيادة الفريق. وبعدها بيكون في تدريب جري 100 متر وبيكون مشترك فيه رهان ومناف، وكل الموجودين بيتفاجئوا ان رهان بيكسر الرقم القياسي وبيقدر يسبقهم كلهم. ومن وقتها بتحاول مايا انها تقرب من رهان مرة تانية. في البداية بيحاول يرفض وبيكون زعلان منها، لكن مع الوقت بيرجعوا لبعض زي الأول وزي ما هو بيتمنى. وبتقول له إنه أمنية حياتها إن العالم كله يشوفها وتكسب المركز الأول في مسابقة الرقص. فبيوعدها رهان إنه هيعمل المستحيل عشان يخليها تفوز في مسابقة الرقص مهما كان. رهان ومناف بيبقوا أصدقاء وعلاقتهم بتتطور جدا، وفي يوم بيعزمهم على عيد ميلاده في النادي بتاع أبوه، وبيروح هو ومية، وفي الطريق بيقابل أصدقائه في المدرسة القديمة وبيكونوا عاوزين يدخلوا معاه الحفلة، لكن بيقول لهم ما ينفعش لأنهم مش معزومين وبيسيبهم ويمشي. لكن شيريا بتنتهزها فرصة عشان تنتقم من رهان، وبتروح لأصحابه وبتقول لهم إن رهان بيعزمكم على الحفلة وهو مستنيكم دلوقتي جوه. فبيدخلوا عشان يحتفلوا معاهم، لكن بيتخانقوا مع أصحاب مناف وبيطردوهم بره النادي، وأصحابه بيتضايقوا منه جدا وبيقولوا له إن أنت خنت الصداقة اللي كانت بينا، وبيغضبوا منه وبيمشوا. وبيعرف رهان بعدها إن اللي عمل فيه المقلب ده هي شيريا، فبيروح تاني يوم المدرسة ويركن العجلة بتاعته في المكان اللي بتركن فيه شيريا عربيتها، فبتجيب لون وبتدهن بيه العجلة كلها وبتشوه شكلها. وبيروحوا هما الاتنين عند عميد الكلية، والعميد بيقول لأبوها إن ابنه مناف متفوق جدا، لكن شيريا بتعمل مشاكل كل يوم جوه المدرسة. فبيقف أبوها وبيضربها على وشها قدامهم كلهم، وبيهددها إنه لو حصلت منها أي مشاكل تانية هياخد منها موقف صعب جدا. ووقتها بيتضايق جدا رهان لأن هو السبب اللي خلى أبوها يضربها، وبيروح بعدها يقابلها وبيعتذر لها لكن مش بتقبل اعتذاره، وبتكون غضبانة جدا وبتوعده وقتها إنها هتفوز بمسابقة الرقص وهتخليه يخسر مهما حصل. وبتبدأ الفرق المشتركة في مسابقة الرقص التدريب،
وبتكون شيريا هي واخوها مناف مع بعض، وروهان ومية مع بعض. وبيجي يوم المسابقة وبيأكد روهان لمية انه بيحبها جدا، وانه هيعمل كل اللي يقدر عليها عشان يخليها تكسب المسابقة وتحقق حلمها. وبتبدأ مسابقة الرقص وكل الفرق بتقدم، لكن بتحصل غلطة من مية وروهان وبتقع على المسرح، وساعتها فريق مناف وشيريا بيفوزوا بالمسابقة. وبتكون مية حزينة جدا، وبيرجعوا البيت هما الاتنين. لكن روهان بيحاول انه يروح ويصالح مية، بس مش بيلاقيها موجودة في الأوضة بتاعتها، وبيتفاجئ انها موجودة مع مناف. وساعتها بيتصدم وبيعرف ان الاتنين على علاقة ببعض، وان مية كانت متفقة مع مناف تخسر المسابقة، وانها اتعمدت تسيب ايدها وتقع على المسرح عشان يخسروا. وبيروح وبيضرب مناف على وشه وبيكون متضايق جدا بسبب خيانتها. وتاني يوم بيروح المدرسة وبيقابل العميد، وبيديه جواب طرده من المدرسة لانه ضرب مناف. وبعد ما بيخرج من عند العميد بيقابله مناف وبيقول له انه مستحيل واحد فقير زيك يدخل مدرسة سانت تريز ويسيبه يهزمه في مسابقة. وبيقول له انت مش ممكن تهزمني في اي مسابقة. وبيقول له انه هيفوز بمسابقة طالب العام، وبيستفزه جدا. فبيضرب مناف على وشه، لكن اصحابه بيتدخلوا وبيدور قتال عنيف جدا بينهم، وبيمسكوا روهان وبيفضلوا يضربوا فيه ويستهزئوا بيه قدام كل الطلبة، وبيطردوه بره المدرسة. وبعدها روهان بيعيش في حالة اكتئاب شديدة جدا، وما بيكونش طايق نفسه لأن حلم حياته خلاص اتدمر. حتى أصحابه في المدرسة القديمة بيرفضوا إنهم يقعدوا معاه زي الأول، وبيكون غضبان جدا من اللي حصل معاه. وأمه بتقول له إنه لازم يطلع من الحالة اللي هو فيها عشان مستقبله، ويركز على موهبته واللي هتقدر توصله للي بيحلم بيه طول عمره. وبتشجعه إنه يرجع مدرسته من جديد ويرمي الماضي ورا ظهره. فبيتشجع روهان جدا من كلام أمه، وبيلبس لبس مدرسته القديمة وبيروح مدرسة سانت تريز. وبيقابل مناف وبيقول له انه هيشارك في مسابقة الكبادي وينتزع منه الكاس، وكمان هيكون هو الفايز في طالب العام وهيحطم كبرياءه. وبيرجع المدرسة بتاعته وبيروح يتدرب مع أصحابه، لكن بيقولوا له يقعد في الاحتياطي. وبيتفاجئ ان شيريا بتروح له وبتعرض عليه انه يشارك معاها في مسابقة رقص في المدينة عشان يرد اعتباره وكرامته اللي خسرها بسبب خيانة مية. فبيغضب منها جدا وبياخد الإعلان وبيرميه على الأرض. وأبها بيقول لها انه خانهم وتخلى عنهم في النادي، فبتقول لهم ان اللي حصل معاكم في النادي كانت هي السبب فيه، وروهان ما يعرفش حاجة عنه، وانها استخدمت اسمه عشان تعمل فيه مقلب وتنتقم منه، وانهم لازم يسامحوه. فبيسمحوا له انه يتدرب معاهم. وبعدها بيروح ياخد الإعلان ويقابل شيريا في النادي، وبيقول لها انه موافق يرقص معاها ويشارك في مسابقة الرقص. ومن تاني يوم على طول بيبتدوا تدريب مع بعض، وبتعجب شيريا بيه جدا وبتحبه. ولما بترجع البيت بتعمل عيد ميلادها لوحدها لانهم مش مهتمين بيها في البيت، ومش بيرضوا يعملوا لها عيد ميلاد. ولما بتروح عند روهان بتتفاجئ انهم عاملين ليها عيد ميلاد، وبتفرح جدا وبيحتفلوا مع بعض، وبيبتدوا يكملوا تدريبات الرقص ويستعدوا للمسابقة. وعلاقتهم بتتطور جدا مع بعض وبيحبوا بعض، وبيروحوا مع بعض كل مكان. وبتبدأ مسابقة الرقص وبيقدموا عرض ممتاز جدا، وبيقدروا يفوزوا بالمركز الأول. وبتحقق شيريا حلمها وبتاخد الكاس، لكن بتديه له روهان وبتقول له عندها في البيت مش بيهتموا بيها، ومش محتاجة الكاس عشان لو روحت بيها هيعمل لها مشاكل مع أبوها. ولما بيسألها عن أمها بتقول له إنها ماتت وهي بتولدها، وعشان كده بيقولوا لها في البيت إنها منحوسة، ومش بيحتفلوا بعيد ميلادها بسبب كده. ووقتها بتشوفهم مية وبتقول لروهان إنها سابت مناف وعاوزة تقعد وتتكلم معاه. وبيروحوا هما التلاتة ويقعدوا في كافيه، وبتحاول مية تعتذر له، لكن شيريا بتقول لها إنه ما يصدقهاش. فبتقول له مية إنها بتحبه جدا وعاوزة يرجعوا لبعض. وفي الوقت ده شيريا بتعترف إنها بتحب روهان، وبيشدوا في الكلام مع بعض، وبيتقلب الشاي على مية. وساعتها بيطلب روهان من شيريا إنها تمشي. بتمشي وبتكون زعلانة جدا. وتاني يوم بتطلب من أبوها إنها تسافر لندن علشان تدخل مدرسة الرقص، وبتتفاجئ بدخول روهان وبيديها الكاس، وبيقول لأبوها بنتك أفضل واحدة بترقص في المدينة، وإنهم فازوا بالمركز الأول في مسابقة المدينة. وبتعجب بجرأته جدا، وكمان أبوها بيعجب بيه. وبيجي يوم افتتاح المسابقة في المدرسة، ومناف وأصحابه بيمسكوا فريق روهان وبيفضلوا يضربوا فيهم، وبيطردوهم في كل مكان، وكل واحد بيشوفوه بيضربوه عشان تحصل إصابات في الفريق وما يقدروش يشتركوا في المسابقة. وكمان بيضربوا قائد الفريق أبها وبيتصاب إصابات خطيرة. فبيبلغوا روهان ويقولوا له إن مناف وأصحابه بيضربوا الفريق، فبيجري بسرعة وبيوصل لهم وبيفضل يضرب فيهم، وبيخلص على فريق مناف ويدمرهم كلهم. وبيبدأ قتال مع مناف، وبيفضلوا هما الاتنين يضربوا في بعض، وكل واحد بيسدد ضربات قوية للتاني.
لكن روهان بيكون قوي جدا وبيضرب مناف بكل قوته وبيخلص عليه. وبتيجي الشرطة وبتفرقهم عن بعض، وبنشوفهم في المستشفى وبتروح لهم شيري عشان تطمن عليهم، وبتقعد مع روهان وبتقوله انها بتحبه جدا لكن مايا بتحبه اكتر، وبتديه ورد وبتطمن عليه وبتمشي. فبيخرج وراها وبيشكرها انها جت وسألت عليهم، فبتقوله انها بتشكره جدا لان بسببه ابوها وافق انها تسافر لندن وتكمل دراستها في مدرسة الرقص. وبيقول لها انه بيحبها جدا وبيحضنوا بعض وبتودعه وتمشي. وبيروحوا يطمنوا على ابها، وواحد من فريقه بيقول ان اللي حصل لهم ده بسبب روهان، لكن ابها بيقطعه بيقول ان افضل واحد في الفريق هو روهان، وان هو الوحيد اللي جه وانقذه، وكمان لازم يستعدوا للمسابقة كويس جدا ويلعبوا كلهم بقلب راجل واحد عشان يقدروا يكسبوا البطولة. ومن وقتها بيبدأوا تدريبات صعبة جدا ومش بيضيعوا لحظة واحدة، وبيقضوا كل دقيقة في التدريبات عشان يكونوا مستعدين لسحق كل الفرق والفوز بالبطولة. وبتعدي أيام كتيرة قوي وبنوصل لأول يوم في المسابقة واللي هتستمر 3 أيام، وبيكون أول يوم هو الألعاب القوة، واليومين التانيين للعبة الكبادي. وبيبدأ أول سباق وبيكون جري مسافة 100 متر، وبيقدر مناف إنه يشتت انتباه روهان ويكسب المركز الأول. وبعدها بيبدأ سباق 400 متر، وبيستخدم مناف نفس الطريقة وبيشتت انتباهه وبيقدر يكسب السباق ويطلع الأول. وقبل المرحلة الأخيرة بيسمع كلام المدرب وبيوعده روهان إنه هيكسب المرحلة الأخيرة واللي بتكون 800 متر، وبيستعدوا للمسابقة وبتبدأ المرحلة الثالثة. والمرة دي روهان بيكون مركز جدا وبيقدر إنه يعدي مناف ويكسب المركز الأول، وبيلعبوا باقي ألعاب القوة. وبتقدر مدرسة روهان إنها تتقدم من المستوى الأخير للمستوى الخامس. وبيخلص اليوم الأول وبنيجي لمسابقة الكبادي في اليوم الثاني، وبيلعب فريق سانت تريز مع فريق من مدرسة تانية وبيقدروا يكسبوهم بكل سهولة. وبعدها بتواجه مدرسة روهان مدرسة تانية. في البداية ما بيقدروش يسجلوا أي نقط، لكن بسبب روهان بيقدروا إنهم يسجلوا أهداف كتيرة جدا ويكسبوا المباراة. وبتكون دي أول مرة يكسبوا فيها لعبة الكبادي، وبيكونوا فرحانين جدا وبيحتفلوا بالفوز وبيصعدوا للمركز الرابع. وبتستمر المسابقة وفي كل مرة بيواجهوا فيها فريق بيقدروا يكسبوه، وبيصعدوا من المركز الرابع للمركز الثاني. وبتكون المواجهة في النهائي مع فريق مدرسة سانت تريز. وبعدها بتحاول ميا انها ترجع علاقتها مع روهان، لكن بتلاقيه متغير من ناحيتها وبيقول لها انه خلاص ما بقاش في حاجة تربطه بيها، وانه دلوقتي بيركز بس على الدراسة وتحقيق حلمه. وتاني يوم بيروح يدور على شيريا وبيلاقيها قاعدة وحدها، فبيقول لها انه بيحبها جدا وعاوزها تكون جنبه طول العمر. فبتقول له انه لازم يهتم في الاول بالمسابقة ويكسب جايزة طالب العام، وبتشجعه جدا. وبيستعد الفريقين للنهائي، وبيقدر فريق مدرسة سانت تريز بقيادة مناف يحقق أول نقطة، لكن فريق مدرسة روهان بيفشل إنه يسجل نقطة في أول محاولة ليه، وكمان بيخسر في تاني محاولة. وبيكون فاضل لهم محاولة ولو خسروها يبقوا هيخسروا البطولة. وبيستعد وقتها روهان لتسجيل النقطة، وبسبب مهاراته العالية بيقدر يسجل النقطة ويستمروا في المسابقة. وبيستمر الماتش بينهم، وبيقدر فريق بيشوري بقيادة روهان انهم يسجلوا نقط كتيرة جدا، لكن مناف بيلعب بعنف وبيخلع كتف روهان وبيخليه يخسر نقطة. وبيحصل لهم احباط ويخسروا نقاط كتيرة جدا بسبب الاصابات، وبيتصاب منهم عدد كبير قوي، وبيكون فرق النقط بين الاتنين عالي جدا. وبيجتمعوا بعد الشوط الاول بعد ما يخلص، وبيقول لهم المدرب انهم خلاص مش هيقدروا يكسبوا الماتش وانهم هيحاولوا السنة الجاية، لكن روهان بيصر انه يكمل الماتش ويكسبوا البطولة. وبيبدأ روهان محاولاته وبيقدر انه يسجل نقاط كتيرة جدا ورا بعض، وكمان بيسيطر على مناف ويخليه يخسر نقطة لأول مرة في حياته، لكن الفرق في النقاط بينهم بيكون لسه عالي جدا. لكن مع الوقت بيقدر الفريق انه يقترب جدا من فريق مدرسة سانت تريز، وبيبقى فاضل محاولة بس لمدرسة سانت تريز، ولو قدر مناف انه يسجل نقطة هيكون كسب البطولة. وبيحاول وبيقدر فعلا يكسب نقطة ويفوز بالماتش، لكن قبل اعلان النتيجة بيشوفوا الكاميرات، ومن الكاميرات بيتضح ان مناف انهى جولته قبل الوقت ما يخلص بثانية واحدة، وبكده بتتلغي النقطة وبيتلغي فوزهم بالمسابقة. وبيستمر الماتش لمحاولة اخيرة مع روهان، ولو قدر يسجلها هيكسبوا البطولة. وبيستعد روهان لأهم محاولة في الماتش، وبيحوطوه من كل ناحية، وبيقدر انه يلمس كل اللاعبين، وبيقع على الارض وبيحاولوا يمنعوه يوصل لخط الفوز، لكن بيستخدم كل قوته ويعدي الخط، وبيقدر يكسب الماتش وبيفوزوا بالبطولة. وبيفرحوا جدا، وبتكون اول بطولة بتحققها المدرسة في تاريخها، وبتروح له شيريا وبتحضنه، وبيسلموا الفريق الكاس، وكمان بيفوز روهان بمسابقة طالب العام. ولحد هنا بينتهي فيلمنا النهاردة.
نتمنى ان الفيلم يكون عجبكم واستمتعتم معانا. استنونا في فيلم جديد على قناتنا.